بابا، نعم يا نوح. كنت عايزة أطلع فلوس صدقة لكن خايف فلوسي تقل. النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجة تطمنك: ما نقص مال من صدقة. عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني فلوسي مش هتخلص؟ الفلوس ممكن تقل لكن ربنا بيضع فيها بركة، والخير اللي بتديه بيرجع لك أضعاف. طب ممكن أحط فلوس الصدقة في إيه؟ طرق الخير كثيرة، تعال نتخيلها مع بعض. ممكن مثلا نحط صدقة في صندوق المسجد، أو ممكن نبعت لجمعية خيرية أو مستشفى كتبرع. أحيانا الخير بيسافر بعيد لكنه بيوصل لقلوب محتاجة، وأحيانا صدقة صغيرة ممكن تساعد طفل يتعالج. عارف يا نوح، في يوم سأل واحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ فقال: سقى الماء. يلا يا نوح، المغرب قرب يأذن. ربنا يجازيك خير. إزازة الماء الصغيرة دي ممكن تفرح حد قوي. كنت فاكر الفلوس لما تخرج هتقل، بس لأ، ده الخير هو اللي هيكبر. صح يا نوح، المال اللي بنعطيه لله بيبقى أثره وأجره كبير قوي. تحدي النهاردة مش بس إنك تطلع فلوس، تحدي النهاردة فكر في عمل خير واحد ممكن يخفف عن حد. ممكن يكون زجاجة ماء لصائم، صدقة فظيرة في المسجد، أو مساعدة محتاج. يمكن الفلوس تقل لكن البركة هتزيد إن شاء الله.